باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجيل النهاردة من الأناجيل المحببة لينا، لأن الموعظة على الجبل ليها عمق روحي، وهي بتوصف الإنسان المسيحي حسب تدبير الله في العهد الجديد. إنسان قلبه مفتوح لكل الناس، لا يظن السوء ولا يدين أحد، بل يصنع كل شيء بمحبة كاملة حتى للأعداء. إنسانية جديدة مولودة حسب المسيح، بفكر جديد وبقلب جديد. عشان كده لما قال بولس الرسول هو الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا، إذ لم تقبل هذا الجديد تظل خارج صورة الإنسان المسيح وخارج المسيح كلية. لأنه ماذا يفيدنا أصوامنا وصلواتنا إن كنا لا نزال نكره الآخر، وإن كنا لا نزال نحمل في داخلنا ضغينة، وإن كنا لا نزال ندين، وإن كنا لا نزال لا نستطيع أن نقدم الخير لكل الناس. ولو تأملتم في الأقوال بتاعة إنجيل النهاردة تجدوا أنه بيتكلم عن صفات شخصية، ولكنها تؤدي إلى عمل مرتبط بالسماء وبالملكوت. حتى لما بيكلمنا على الودعاء الذين يرثون الأرض ما كانش بيتكلم على ميراث أرضي مادي، ولكن يتكلم عن ميراث روحي. يرثون الأرض بمعنى يظل صورتهم واسمهم كائنين في الأرض. ولما بيتكلم عن العطاش والجياع الذين يشبعون ما كانش بيتكلم على شبع مادي، بيتكلم على شبع روحي. والحقيقة تظل نفوسنا لا تشبع ولا ترتوي إلى أن ندخل في شركة حقيقية مع المسيح. كل العالم بكل ما فيه لا يستطيع أن يشبع إنسان. هذا الذي يجري وراء شهوته لا يشبع، والذي يجري وراء أمواله لن يشبع، والذي يبحث عن ذاته لن تشبع. يقول أغسطينوس: لقد خلقتنا متجهين إليك يا الله، لذلك تظل نفوسنا قلقة حتى تجد راحتها فيك. ويظل الإنسان اللي بيبحث عن الشبع يمكن يترك مكان لمكان، يبحث عن الراحة في كل صور الأرض، يظن أن السعادة في الأماكن، فيترك أماكن ويدخل إلى أماكن أخرى ويسكن قصور، ثم يكتشف في النهاية أن الشبع ليس في الأرض، ولكن قد تعبر به الأزمنة دون أن يستطيع أن يرى حقيقة الحياة. عشان كده أنت عايز إيه بالظبط؟ أنت محدد هدفك وعينك متثبتة على الهدف، ولا الحياة بتاخدك يوم ورا التاني تاكل وتشرب وتنام وتقوم تشتغل وتروح وتيجي وتنام، وفي النهاية تنتهي الدنيا، يأتي ليل لا يعقب نهار، كل الزيطة اللي احنا فيها دي تقع تنتهي خلاص. ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ الحياة دي كلها بقت تساوي ايه بقى؟ صراخ وزعيق وخناقات ومشاكل واهتمامات وبنى وهدم، وبعدين ولا حاجة. زي ما قال الحكيم في سفر الجامعة: باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. قلت له: امال ايه يعني، نروح نموت يعني؟ اقول لك بالعكس بقى، روح عيش في المسيح تلاقي الحياة.
أحيانا لما نجد نفسينا في حالة يأس نشتهي الموت، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نشتهي الحياة بحقيقتها. كتير قوي مننا يقول امتى بقى نخلص من الأرض دي؟ أقول لك طيب ما تستبدل الحياة بحياة، ما تقدم عمق روح. إذا كنت مش عاجبك الحياة بالصورة دي، وإذا كنت بتشتهي أن تتركها، طب ما تتركها بإرادتك، طب ما تختار بإرادتك. أبو أنطونيوس عمل الشغلانة دي. أبوه كان راجل غني وله سطوة قوية، وفجأة مات وهو كان شاب صغير في أوائل العشرينات. دخل كده على أبوه وهو ميت: فين غناك وسطوتك؟ وقال له: أنت خرجت بدون إرادتك، أنا هخرج بإرادتي. ترك كل شيء. أنا مش بقول لكم الكل يروح الدير يترهبن يبيع كل شيء، لكن تبقى عندك استعداد إنك تقدم حينما يكون القرار المسيح أم آخر. تختار إيه؟ مستعد تقدم إماتة؟ مستعد تقول له أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه؟ مستعد تقول زي الآباء ما عملوا: إني قد حسبنا مثل غنم للذبح، من أجلك نمات طول النهار؟ بس بجد بجد مستعد إنك تقدم طاعة كاملة الوصية، تقول له ماذا تريد أن أفعل؟ قالها له بولس الرسول، وقال له ادخل للكنيسة تعلمك. مستعد إنك تطيع كاملا وصايا المسيح. مستعد إنك تحول كلمات الكتاب المقدس لحياتك. إن كنتم تحبونني تحفظون وصاياي. ويقول: أنا أطلب من الآب يعطيكم معزيا يمكث معكم، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله أو يراه. إحنا نستطيع مش بقوة ذاتية، بقوة روح ربنا اللي فينا، اللي هناخدها بقوة محبتنا وطاعتنا للوصية. أنبا أنطونيوس كان يقول لأولاده كده، يقول لهم: الروح الناري الذي أخذته أنا اطلبوه أنتم أيضا، اطلبوه باستقامة قلب. اطلب دايما أنه يديك قوة لإمكانية الحياة المسيحية. طاغور الفيلسوف الهند العظيم والشاعر بتاعها القوي، مرة كان بيتكلم، فاتكلم عن المسيحية بقوة كبيرة قوي. فقالوا له: انت ما بقتش مسيح، انت ليه امال يعني؟ فقال جملة غريبة قوي، قال: لا أستطيع أن أكون مسيحيا، لأني لو صرت مسيحيا لما استطعت أن أنام. المفروض ما نامش. هو كان بيبص على فكرة بشرية إنه إزاي يتمم الكلام ده، لكن لم يدرك أننا نحمل قوة حقيقية بروح ربنا تستطيع أن تقودنا إلى مياه الراحة، تستطيع أن تغير، تستطيع أن تدخلنا إلى شركة حقيقية. يقول روح الله مش بس يقود، يبكتنا على خطايا. يعني حتى لما نقع يقول: ليه عملت كده؟ حينما ولدت من المعمودية حجز باسمك مكان في السماء، إما أن تثبت فتأخذه، أو للأسف تختار إنك ما تبقاش في السماء فاضية. يقول بولس الرسول: سيرتنا هي في السماء، وإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. عشان كده اوعوا تنظروا للكلام بتاع الكتاب المقدس إنه مجرد وعظ، أو إنه أمور بعيدة المنال، أو إنها كلام للناس العظام القديسين مش لينا. لما يقول طوبى المساكين بالروح لهم ملكوت السماوات، تقول: لا بس مش أنا،
لما يقول طوبى المطرودين من أجل بر، يقول بس مش هستحمل. أنت كده بعيد عن الملكوت. إذا توانينا في الطريق نحزن روح الله، نطفئ في داخلنا النور، نخرج خارج الحياة مع الله. عشان كده حافظ على إتمام الوصية، تجد كل شيء اتفتح قدامك، حتى أبواب السماء، حتى الأمور اللي كانت صعبة زي الاستشهاد تستطيع أن تحتملها. نحن في حاجة يا أحبائي أن يكون كلمات المسيح هي التي تقودنا وليس فكرنا الشخصي. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.